تمكنت مباحث الجيزة يوم الثلاثاء من القبض على مراهق ارتكب أفعالا مخجلة مع كلب في شوارع منطقة حدائق الأهرام. وتلقى مدير المباحث الجنائية مديرية أمن الجيزة اخبارا بورود فيديو بعنوان ابن بواب يغتصب كلبة في شارع حدائق الأهرام، وآخر بعنوان اغتصاب بواضح النهار ويظهر فيه مراهق يلمس أعضاء تناسلية من كلب بلدي بشكل متكرر، ثم يقوم المتهم بالهروب بعد نباح الكلب. تم التواصل مع ناشرة الفيديو وتبين إنها مقيمة بالعقار الذي حدثت أمامه الواقعة، وتم الوصول لها وتبين حصولها على الفيديو من كاميرات المراقبة المثبتة أمام العقار. وتبين إن السيدة هي من نشرت الفيديو عقب إنشاء صفحة وهمية على الفيسبوك، ونشرت الفيديو عليها بعد حصولها عليه من كاميرات المراقبة، واعترفت بنشره بقصد تحقيق مشاهدات عالية والتوعية بالقصة. وتم ضبط المتهم سليم 13 سنة يحمل إحدى الجنسيات العربية، واعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة والعرض